مساء الفل يا حبايبي، عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. طبعًا إحنا بقى لنا فترة منقطعين عن اليوتيوب لأسباب كتير يعني منها ضغط الشغل طبعًا مع سيزون رمضان مع سيزون العيد، فالموضوع ما كانش بيبقى أفضل حاجة في حتة إن أنا أعمل فيديوهات وأمنتج الفيديوهات وأنزّلها والكلام ده كله. فطبعًا الحمد لله من أول ما عملنا القناة الفيديوهات اللي إحنا منزّلينها من 8 شهور أو 9 شهور، فالحمد لله الfeedback لسه بيوصل لي لحد الآن، ناس بتستفاد وناس بتدخل تشكرني، ناس لسه بتطبّق، ناس بتخش تقول لي أعمل إيه، طب أنا كده صح، طب أنا كده غلط، طب إيه الغلطات والكلام ده كلّه، وطبعًا كل ده بيدّيني power وبصراحة حمّسني إن أنا أبدأ أرجع تاني وأعمل الفيديوهات اللي أنتم متعودين عليها اللي أنا باعملها لكم. إن شاء الله النهارده هنبدأ مع بعض الفيديوهات بأمر الله، ومش هيبقى في انقطاع تاني بإذن الله يعني، ربنا ما يجيب حاجة وحشة. كل اللي أنا طالبه منكم الدعم، اللايك، السبسكرايب، وبإذن الله الفيديو اللي إحنا هنتكلم عليه النهارده أو التصميم اللي إحنا هنعمله النهارده هيبقى لذيذ وهتحبوا تنفيذه جدًا، وشغله هيبقى كتير من حيث الretouch من حيث إن إحنا بنضبط الألوان، الmanipulation عمومًا، إزاي بنعمل الcharacter أو إزاي جبنا الcharacter، إزاي عملنا الbackground والكلام ده كله. وزي ما قُلت لك قبل ما نبدأ في الفيديو ما تنساش إنك تصلّي على النبي وتعمل سبسكرايب للقناة ويالّا بينا على طول. بُص بقى يا صديقي، التصميم اللي قدامنا ده حرفيًا هو فيه شغل كتير أوي، فأنا عايزك تركّز معايا عشان الكاركتر بقى اللي قدامنا دي أقول لك جبناها إزاي وعملناها إزاي، وزي ما أي حد هيقول لك يعني، فيالّا بينا نخش إيه على الفيديو على طول. طيب أول حاجة معايا إن أنا عندي التصميم اللي أنتم شايفينه ده هو مكوّن من إيه لو جينا حللناه، وقبل ما نحلله طبعًا أنت لو بصيت على الlayers اللي موجودة هنا، حتة الretouch بتاعة الكاركتر لوحدها أصلًا، هتلاقي إن إحنا عاملين dodge and burn وعاملين curve للskin tone وعاملين selective color وعاملين حاجات كتير جدًا، وعاملين hue saturation عشان نرسم الإضاءة، عاملين حرفيًا حاجات لذيذة، حاجات لذيذة جدًا. فيالّا بينا بقى إيه، نخش على التصميم على طول. طيب إحنا دايمًا متفقين إن إحنا عشان نفتح الملف بتاعنا، فبنيجي من file new بعد كده يا باشا بنعمل العرض هنا 4000 في 5000 طبعًا الresolution زي ما اتفقنا قبل كده 72 وهنا طبعًا سيبها pixel and inch أو slash inch وهنا الcolor mode RGB 8 بت وطبعًا ما تلعبش في أي حاجة الإعدادات الافتراضية دي، أنا مش عايزك تلعب فيها خالص، لإن لو لعبت فيها أنت اللي هتزعل في الآخر. هندوس create طيب بعد ما ندوس create طبعًا هنيجي على الfile نسحب الصورة بتاعتنا دي وهاقول لك قصة الصورة دي اتعملت إزاي. هنكبرها كده عشان نبين الملامح بتاعة قلعة قايتباي وحاجة تكون شبيهة بقلعة بمكتبة الإسكندرية. طيب قصة الصورة دي جات معايا إزاي؟ بُص يا سيدي، أنا الصورة دي عاملها بالAI عامل لها generate AI ولكن التصميم كله ما اعتمدش إن أنا عملت كل حاجة بالAI زي ما الناس بتعمل، يعني أنا محتاج أتكلم في الموضوع ده، لإن حرفيًا في ناس كتير الفترات اللي فاتت كانوا بييجوا الشركة باستلم الportfolio بتاعهم، باشوف الشغل لذيذ وكل حاجة، بس حضرتك معلش أنت التصميم اللي أنت بتعمله أنت معتمد إن أنت بتخش تكتب prompt للfree pic أو النانو بنانا أو أي حاجة من دي، وتقول له أنا عايز prompt صورة شخص مش عارف واقف فين، فيقوم جاي مجمّع لك كله، وحضرتك تقوم جاي شايل الصورة بالspot healing شايل الوش وحاطط الوش مع text شكرًا على كده وكاميرا raw شكرًا على كده. طب هل أنت كده بتصنّف نَفْسك كفنان؟ لأ، ما بتصنّفش نَفْسك كفنان، لإن أنا مش ضد إنّك تستخدم الAI ولكن أنا باقول استخدم الAI بس بذكاء. استخدم الAI بحيث إن اللي قدّامك ما يحسّش من أول وهلة إن أنت بتستخدم AI إذا كان في ملامح الوش، إذا كان في حاجات بنشوفها اللي هو أشوف تصميم لواحد عنده 5 صوابع هنا، وواحد عنده 6 صوابع هنا، طيب اللي هو إزاي يا باشا؟ إزاي يعني؟ هل دي حاجة تُعقل؟ هل أنت كده ماشي في الطريق السليم؟ لأ، مش ماشي في الطريق السليم. هل كده جيكا بيقول لك ما تستخدمش الAI؟ لأ، استخدم الAI، ولو ما استخدمتش الAI شغلك هيبقى تقليدي.
تمام، بس حاجة بسيطة يعني أنا مثلًا كجيكا آخري لمّا أعمل AI كاركتر، أعمل background مش عارف أعمل style font معيّن، ده اللي أنا باعمله، ولكن مش يعني مش حوار اللي هو هاعمل back والصورة تكون عليها جاهزة وأقوم جاي شايل الوش وحاطط الوش، لأ، ده مش شغلي خالص. فنصيحة قُلت أقولها لكم، لإن والله أنا البورتفوليو اللي بييجي لي والناس اللي بتبقى معانا، أنا بانبّه عليهم دايمًا بحتّة اللي هو بلاش شغلك يبان إن هو AI، بلاش حد تاني designer يعلّم عليك، بمعنى أصح، وبلاش شركة تانية تعلّم عليك برضه كdesigner إنّك معلش شغلك كلّه AI تمام، فأنت خلّي حسّك الإبداعي عالي، وحاول تستغل الAI يعني إيه، بأحسن طريقة، بس مش أكتر. فيالّا بينا نكمّل الفيديو بتاعنا. طيب الصورة دي إحنا عملناها إزاي؟ بُص يا باشا، أنا دخلت للمعلم ChatGPT واتكلمت معاه لحد ما طلع لي الprompt ده. طيب هو طلع لي إيه؟ قُلت له في العموم الcampaign دي كانت بتتكلم عن إن دكتور جوزيف ده مكانه في القاهرة، بس هو نازل وعامل campaign كاملة، campaign كبيرة وما شاء الله حققت نجاحات كويسة، بالمناسبة أنا اللي عاملها يعني. فهو كان نازل إسكندرية، فإحنا عايزين تصميماتنا كلّها نبيّن ملامح مثلًا من مكتبة إسكندرية، نبيّن ملامح من قلعة قايتباي، نبيّن إن في بحر مع حُمَم بركانية، بحيث إن هو يبقى ماشي مع الslogan اللي هو هيزلزل إسكندرية، يكون في شغل، يكون في زلزال، يكون في أي حاجة من دي، تمام؟ فإحنا اعتمدنا إن إحنا عايزين نبيّن أي معالم سياحية موجودة في إسكندرية، فأنا جيت لمعلم ChatGPT قُلت له إيه، قُلت له عايز prompt صورة لسفينة داخل البحر المتوسط، ويكون البحر مُدمج مع حِمَم بركانية، تمام، بحر متوسط في إسكندرية وحُمَم بركانية دي بعيدة عن إسكندرية، بس ده أجواء تخيلية، تمام، وسط أجواء غامضة، وتكون الكاميرا على سفينة وسط وجود ورا، أنا بافهّمه بالعامي عشان يفهم معايا، معالم سياحية من الإسكندرية زي قلعة قايتباي وزي مكتبة الإسكندرية. فرَد عليَّ بالprompt ده، فكل اللي أنا عملته إن أنا خدت الprompt ده كده كلّه، عملت control C copy وقدّامي طريقين، أول طريق إن أنا أستخدم موقع flow، تاني طريق إن أنا لو عامل اشتراك AI في freepik إن أنا أستخدم nano banana 2 أو سدريم، بحيث إن أنا أنتج الحاجة بتاعتي. فطبعًا أنا الflow ده أنا كنت منزّل فيديو عنده على عندي على الفيسبوك والإنستجرام والتيك توك، خشوا شوفوا. وبالنسبة للfree pick فهو مش محتاج شرح أصلًا، فعشان ما أطوّلش عليك في الفيديو، فأنا دلوقتي جِبت الكاركتر وقُلت لك أنا عملت إيه بالضبط وادّاني prompt، دخلت من مرّة و2 و3، كان تالت مرّة طلّع لي الحاجة المضبوطة اللي عاجباني، تمام، تمام. طيب تعالَ بقى إيه، نشوف إحنا هنعمل إيه في التصميم بتاعنا. طيب إحنا كده حطينا الbackground الأساس بتاعنا، طيب تعالَ بقى نجيب الكاركتر اللي تلات أرباع الناس قالوا لي ده أنت عاملها يا عم AI، والله ما AI، الموضوع جاهز، الموضوع حرفيًا جاهز، يعني بُص، نشرب شوية شاي. الصورة كانت قدّامي كده، بالضبط. هو المستر متصوّرها كده، وده ميزة بقى إنّك تتصوّر أو قصدي إنّك تشتغل مع مستر عارف الدنيا ماشية إزاي، عارف التصوير، عارف الحاجات اللي هتليق مع الطلبة، عارف الحاجات اللي هتعمل ضجّة أو اللي هتviral، فكل ده بيساعدك كdesigner وبيساعدني كdesigner إن أنا أنتج أفكار وأعمل حاجات حلوة كتير، عكس أمّا يكون مدرس مصوّر صورتين وهو بيضحك كده، وهو مثلًا عامل كده، فأنا فين بقى الحاجات اللي أنا هاعملها وفين يعني إيه، فين العظمة اللي أنا هاعملها؟ لأ ما فيش عظمة، هاوصل level اللي هو يرضيني أنا ك70%، ولكن حاجة زي كده لأ ترضيني بنسبة مليار المِيّة، تمام، تمام. فهو طبعًا لإن دي حاجة بتبقى CR2 أو CRW بتبقى طالعة من الكاميرا على طول، فهو بيدخّلك هنا على الكاميرا raw، فإحنا هنعمل open على طول، مش عايزين نعدّل أي حاجة دلوقتي خالص، وطبعًا هي نازلة لي كده، فأنا عايز أخلّيها بالطول، فهاعملها هنا 90 90 درجة، وأصغّر كده على قد ما أقدر. وهاقوم جاي من select وأعمل select subject واستناه طبعًا يحمّل معايا عشان يعمل select للكاركتر كلّها. الشاي ده يا جماعة مهم جدًا، مهم جدًا والله، تمام. آآ الكاركتر اتحددت معايا، طيب إيه تاني المفروض نعمله بعد ما حددنا الكاركتر؟ طبعًا إحنا هنا لو قصّينا وخدنا mask على طول، هنلاقي إن في
حواف بيضا جاية في الشعر من هنا أو من هنا أو من أي حتة فيها شعر. طيب نتفادى إزاي الموضوع ده؟ بُص يا سيدي، شُفت إحنا لمّا عملنا select subject، شُفت إحنا لمّا عملنا select subject، طب في حاجة جنبها اسمها select and mask. طيب إحنا لو اتكينا select and mask هيظهر لنا الواجهة دي مع البrush اللي موجودة هنا. طيب أنا عشان أظهر الأحمر ده فالمفروض أعمل إيه؟ المفروض إن أنت بتيجي هنا بيبقى محدد لك اللون، وبتحدد أنت يا باشا عايزه أحمر والّا عايزه لون أبيض والّا عايزه لون أسود، أيًا كان أنت عايز تعمل إيه. طيب وطبعًا الإعدادات دي تعملها زي ما أنا عامل بالضبط، ونعمل zoom يا باشا كده، وهنبدأ نيجي على الأطراف بتاعتنا، نصغّر البراش بتاعتنا، ونبدأ إن إحنا نمشي على الحواف البيضا اللي هتبقى كده موجودة هنا. كده مثلًا، كده وكده، في حواف بيضا أهي لو تاخد بالك بتتمسح. تمام. ممكن كمان هنا. طبعًا كل الحاجات اللي أنت شايفها هنا دي كده هتتعمل. تمام. ولحد الآن ما فيش حواف بيضا، ممكن هنا شوية، ممكن هنا شوية. إمم، تمام. طيب تعالَ بقى إيه، دوس OK. وكده يبقى كله اتحدد معايا. طب بعد ما حددت المفروض أعمل إيه؟ المفروض يا باشا هتيجي من هنا تعمل mask، وبعد كده تعمل convert to smart object، وتبدأ إن أنت تسحبها على الملف بتاعك وتحطها بالشكل اللي أنت شايفه ده كده. هنكبر طبعًا عشان عايزين نغطي الإيد. أنا باشتغل معاكم دلوقتي التصميم على فكرة كأن أنا باشتغله من الصفر من البداية خالص. تمام، تمام. ننزل ده شوية كده، ممكن دي نجيبها هنا شوية. تمام، تمام. طيب إحنا كده عملنا الكاركتر، كده جبنا الbackground. طيب إحنا ممكن ندّي للbackground شوية blur بس بطريقة لذيذة. ممكن نيجي من filter هنا وblur gallery tilt shift، هيظهر لك الموضوع ده. فإحنا لو جينا هنا ممكن نقوم جايين إيه، مميلينها شوية كده، ومثلًا نازلين لتحت ومكبرين الدايرة دي. بس إحنا ممكن نيجي هنا عشان تعمل blur الناحية التانية هنا، وتزود الحدية هنا عند القلعة عشان أنا عايز أبين أي حاجة من معالم إسكندرية. طيب بعد ما عملت ده هادوس OK. المايك شغال؟ تمام. طبعًا هنا لو خدت بالك هتلاقي في حواف بيضا، كل ده إحنا هنحله واحدة دلوقتي. طيب إحنا كده ضبطنا الbackground، ضبطنا كل حاجة. إيه تاني المفروض يتعمل؟ تعالَ بقى نخش على retouch الوش وretouch الشخص اللي معانا عمومًا. طيب أول حاجة هنعملها في الretouch طبعًا يعني هو إن أنا هاجي هنا هاضيف layer وأعمل control alt G، وآجي على أداة الspot healing اللي هي دي spot healing، وهنكبر يا باشا شوية كده، وأبدأ إن أنا واحدة أمشي على الحبوب اللي موجودة في وشه. واحدة خالص عشان ما تتلخبطش، وعشان برضه ما تشوهش حاجة في الوش. كده مثلًا، في هنا حسنة، في هنا حسنة، وهنا حسنة، وهنا حسنة كمان. إمم، وفي هنا، وممكن هنا كمان. تمام أوي كده. كده ما فيش أي حاجة محتاج إن أنا أشيلها تاني. ممكن مثلًا أشيل دي، وأشيل دي كمان، وممكن أشيل دي كمان. وإيه كمان؟ هل في حاجة تانية؟ هل في حاجة تانية؟ لأ ما فيش حاجة تانية. طيب لذيذ أوي. تاني خطوة هاعملها هي إيه؟ طبعًا إن أنا أجيب black and white وأعمل control alt G، وبعد كده أجيب الsolid color وأعمله كود 80 80 80. ركز معايا،
كل الخطوات دي تعملها في أي retouch أنت بتعمله في حياتك. بعد كده نعمل Ctrl G عشان نعمل نسخ، بعد كده نعمل دي Linear Dodge، وبعد كده دي هنعملها Linear Burn. Ctrl I وأجيب البرش، أكبر على قد ما أقدر، أجيب البرش بتاعتي، أعمل هنا الأوباسيتي 23، أعمل هنا الفلو 25، وأجي يا باشا أمشي. طبعا اتأكد إن الماسك تحت هنا أبيض عشان أبيض بيظهر وأسود بيخفي، طبعا دي معلومة المفروض إنك عارفها. طيب بص، هنمشي على المناطق اللي هي غامقة من البشرة، عشان كده عملنا البلاك اند وايت. احنا ممكن نشوفها بغير البلاك اند وايت، بس البلاك اند وايت بيديك الحتة اللي انت محتاج تغمقها قوي، بمعنى اصح يعني وبالبلدي. طيب هكمل كده. وهنا في شادو كده تبع النضارة هنكمل فيه، وهنا ممكن هنا كمان، وهنا 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 وهنا. ممكن شوية من هنا، شوية كمان من هنا. بص هتلاقيني بمشي على المناطق اللي انا شايفها غامقة، والبلاك اند وايت قايلة لي فعلا ومثبتة لي انها غامقة. ممكن هنا كمان شوية، وهنا وهنا وهنا، هنا. لذيذ قوي. نمشي بقى ايه على الايد اللي ماسكة التليفون، كأنك بتلون كده، فاهم؟ طبعا الكلام ده كله هيبقى محطوط في description الفيديو تحت. اتمنى طبعا انك تطبق لي على الفيديو ده وتبعت لي ونشوف لو في غلطات نصحح، لو مفيش غلطات نديك الابروف. تمام قوي لحد الآن. هنمشي برضه على المناطق الغامقة هنا. طيب لذيذ قوي لحد الآن. طيب تعالى بقى نمسك المناطق الفاتحة. فتح العين كده وابدأ اجي هنا يا باشا افتح الكلام ده كله. تمام. طيب بعد ما عملنا الاتنين سوري كولر دول، هنيجي طبعا نقف على الماسك ونيجي هنا من الفيزر واسحب شوية لحد ما احس ان الحوار ساح.
طبعًا هنلغي black and white هنا، وفي نفس الكلام هنا هنعمل الfeather بحيث إنه يبين لي إنه ساح. طيب بعد كده إيه المفروض يتعمل؟ هنيجي نقف على الlayer بتاعة الكاركتر وندوس Alt هيظهر لك هنا مربع تحت. طيب بعد ما بيظهر المربع بتتك ضغطة كده عشان يحدد لك الكاركتر بتاعتك، وبعد كده بتيجي من select color range وتحدد بقى يا باشا الshadow بتاعك، وابدأ إن أنا أعمل curve وأقللها لتحت كده وأبدأ إن أنا أطلعها لفوق، وهكذا هعمل نفس الموضوع بالظبط Alt وعلى السمارت أوبجكت ده وسلكت color range وhighlights أوكي، وبعد كده curve، بعد كده يا باشا أطلع لفوق بحيث إن أنا أزود الأبيض اللي أنا عملته. طيب إيه تاني المفروض يتعمل؟ كده أنت عملت كل حاجة، بس ناقص إيه بقى؟ ناقص إن أنا أعمل الselective color بحيث إن أنا أوحد الألوان وألعب في color lookup شوية، ولو عرفت أزود color balance هازود color balance. طيب تعالَ بقى إيه الselective color. طبعًا هنا باقول له خلّي اللون الأحمر عايزين ناحية السيان سيكا، وناحية الأزرق سيكا، وممكن نقلل البلاك هنا، وبعد كده هننقل على اليلو، ممكن نيجي ناحية السيان وبرضه الأزرق، وممكن هنا نقلل شوية. طيب هنروح مثلًا للون السيان، هنيجي السيان مش عارف أزرق هنا، وممكن نقلل برضه إيه البلاك هنا. بُص يا باشا بقى قبل بعد هتلاقي الموضوع اختلف معاك جدًا. طيب إحنا ممكن نعمل خطوة كمان وهي إيه، بس هنشوف هي هتبقى كويسة معانا والّا لأ. طبعًا هندوس Alt تاني زي ما كنا بنعمل، وهنيجي من الcolor range في حاجة تحت اسمها skin tone، ده اللي أنت بتحدد بيه الإيد، بتحدد بيه الوش، البشرة عمومًا بعيد عن الملابس. لحد ما يتعمل على البشرة يعني وحاجات البشرة وكده، دوس OK وتيجي من هنا مثلًا color lookup ترفعها فوق كده، ونيجي نختار هنا الmood اللي يمشي مع الdesign بتاعي. مثلًا أنا شايف إن ده ممكن مثلًا، بس لو قللنا الopacity بتاعته مش أفضل حاجة، أو ممكن يكون دخّل الموضوع دخّل الألوان شوية، بس ماشي موجود يعني لذيذ. ممكن نزوّد مثلًا layer color balance، نودّي ناحية السيان سيكا، ناحية الأزرق سيكا. ممكن نخش بقى من الكاميرا raw، ممكن بقى إحنا نقلل الhighlight سيكا، نزوّد الshadow سيكا، الcontrast يقل، الhighlight يزيد برضه حاجة بسيطة يعني، الwhites هنا يقل، effect هنا نزوّد شوية texture وندوس OK. هنلاقي الموضوع لذيذ. موضوع كده بقى لذيذ معايا. طيب في حاجة إحنا عايزين نتلاشاها وهي إيه؟ وهي الحواف البيضا اللي على التيشيرت والحواف البيضا اللي على الإيد. طيب دي بتتحل إزاي يا عم جيكا؟ سهلة وبسيطة. بُص يا معلم، أنت هتيجي هنا، طبعًا هنا في حاجات بقّعت، هتقول لي ليه؟ هاقول لك عشان إحنا عملنا الكاميرا raw filter بعد ما عملنا الspot healing بتاع الحبوب، فإحنا معلش هنيجي نعيد تاني، بس لازم طبعًا نخفي كل ده ونبدأ إن إحنا نلعب فيها تاني واحدة، واحدة. كده مثلًا وكده، 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 وكده. وهنا كمان، وهنا. طيب كده إحنا تمام جدًا. تعالَ بقى نرجّع كل اللي إحنا عملناه وخفيناه. طيب إحنا كده في اللذيذ جدًا، جدًا. طيب إيه تاني المفروض يتعمل يا باشا؟ المفروض يتعمل زي ما أنا قُلت لك إن إحنا عايزين نخفي الحواف اللي موجودة هنا، فكل اللي هنعمله إن إحنا هنضيف واحدة levels
ونبدأ إن إحنا نسحب من هنا لجوّه كده بالضبط، وأبدأ إن أنا أدوس Control I وآجي يا باشا هنا على الحواف أتأكد إن دي 100 ودي 100 الflow والopacity، وآجي هنا على الحواف بتاعتي بتاعة التيشيرت طبعًا، وأبدأ إن أنا أمشي بحيث إن أنا أخفيها خالص، في نفس الكلام هنا كده، وبرضه هنا نفس الكلام. تمام، تمام جدًا لحد الآن. طيب إيه تاني المفروض يتعمل؟ أنضيف واحدة levels كمان، آسف levels، وأبدأ إن أنا إيه، أغمّق حاجة بسيطة خالص، وبعد كده أدوس Control I وآجي بالبrush بتاعتي اللذيذة وأبدأ إن أنا أمشي على الحواف بتاعة الكاركتر. لو مش عاجبك الطريقة دي في طرق كتير جدًا ممكن تعملها أنت يدوي، بس أنا باقول لك عشان يعني إيه، اختصارًا للوقت أو أقول لك تعالَ نلغي حوار الإيد ده خالص، وتعالَ نتعامل إحنا بقى بالبrush بتاعتنا اللذيذة. شيل يا باشا الكلام ده كله، طبعًا أنا باعملها بشكل سريع لإن أنا مش عايز أطوّل في الفيديو، فأنت إيه ما عليك إن أنت تتقن الحتة دي. تمام، تمام. هنفترض إن كل ده بقى لذيذ معانا، ممكن هنا إيه، نشيل الحواف دي شوية، بس هي كده مش مكتملة طبعًا، بس أنت عرفت التكاية فين، وكمّل أنت بقى إيه، بطريقتك. مثلًا يعني. تمام، تمام. طيب أنا عايز أسحب gradient من تحت من هنا عشان الكلام اللي هيتكتب هنا. طيب سهلة وبسيطة، تعالَ يا باشا نسحب gradient، نسحب من تحت كده لفوق. تمام، وبعد كده تعالَ بقى إيه، نضيف الgradient الأسود اللي إحنا متعودين نعملها في التصميم عشان بتدّي شكل لذيذ أوي بصراحة، أنا باحب الشكل ده أوي، لإنه بيدّيك كده تفاصيل من تحت كويسة يعني. تمام، تمام جدًا. طيب إحنا ممكن هنا في الحاجات اللي إحنا عملناها، ممكن هنا في الX نجيب الbrush، ممكن أنا أزوّد الحتة دي عشان ما تبانش إنها fake. تمام، وأعتمد على الحتة اللي هتبقى مختفية تحت دي. طبعًا الtypography بتاعنا اللذيذ هنسحبه على التصميم بتاعنا، بس طبعًا إحنا هنا جبناه على الlayers كلّها، فإحنا هنسحبه في التصميم بتاعنا كده بالضبط، ونحطه في النُص. طبعًا واحد هيقول لي دلوقتي أنت عملته إزاي؟ بُص يا باشا أنا الfont ده هاسيبه لك في الوصف مع الlink. تمام، وفي نفس الوقت الtext effect برضه موجود أهو earthquake طبعًا زي ما اتعودنا بنستخدمه كأي text effect بنعدّل عليه، هو مش illustrator هو BSD فالموضوع هيبقى معاك لذيذ يعني. فبعد ما حطيناه كده، طبعًا أنا عايز هنا أرسم بقى الrelight اللي هيبقى جاي نتيجة من الحمم البركانية ونتيجة من الlight اللي هيبقى موجود. طيب تعالَ نعمل واحدة hue saturation ندخّلها جوّه mask clipping mask وأعمل colorize وأزوّد هنا الsaturation، وممكن هنا أغيّر لحد اللون الأورنج وأغيّر الblending بتاعه وليكن لscreen، وبعد كده مثلًا ممكن أزوّد تشبُّعه شوية وبعد كده أعمل control I وأجيب الbrush بتاعتي وأعملها طبعًا على الأبيض، وأبدأ إن أنا أمشي واحدة واحدة على الأطراف زي ما أنت شايف كده بالضبط.
وليكن هنرسم كمان إضاءة هنا وهنا ومثلا هنا وهنا وهنا وعلى التليفون وعلى شعره من هنا، وبرضو حاجة بسيطة على شعره من هنا. وكده ممكن أزود بقى في اللون بتاعه، وأجي من هنا يا باشا أقوم جاي ساحب الأندرلاينج من اللير من هنا كده وأدوس أوكي. تمام تمام. طيب ايه تاني المفروض يتعمل؟ طبعا كان في افكت النار اللي انا كنت حاطه، كان شكله لذيذ اوي بصراحة. فاحنا هنا طبعا دي هتضاف برضو معاك في اللينك اللي انت هتستلمه، بس دي هنطلعها فوق كده. طلعها فوق خالص. طبعا هنا الكاركتر احنا ممكن بقى ايه، زي ما قلت لك الحتة البيضة اللي هتطول من وقت الفيديو تتشال يعني، وهكذا انت هتشيلها. انت عارف طبعا الشيل بتاعها هيبقى عامل ازاي. ونطلع فوق بقى خالص، نسحب الكلام اللذيذ ده، اللوجو والايكونز ولوجو المستر والكلام ده كله، نقوم جايين ساحبينه هنا في التصميم بتاعنا. تمام كده يبقى انا بينت الحمم البركانية وبينت القلعة اللي هتبين ان دي حاجة في اسكندرية. طيب طبعا زودت هنا حتة color لوك اب تدي جو شوية، ودي فول colors وعملتها 52% من ناحية الفيل. تمام. وطبعا دخلنا على حتة التلوين، وطبعا هنشوف احنا لونا ازاي ووصلنا للفاينل ازاي. طبعا هنا بجمع كله كنترول الت شيفت اي، وبعد كده اعمل كونفيرت تو سمارت اوبجكت، وبدخل بعد كده على الكاميرا رو فلتر. طيب تعالى نشوف احنا عملنا ايه في الكاميرا رو فلتر عشان تبقى موجود معانا في الصورة. اول حاجة جيت عليها طبعا وهي الكولر، ان انا عايز ازود الازرق سيكا، فرحت ناحية التمبريتشر، وناحية التنت رحت 5%، واللايت هنا طبعا قللت الهايلايت، زودت الشادو، قللت الوايتس خالص، زودت الكونتراست عشان تشبع الالوان، والاكسبوجر زودته حاجة بسيطة، او لو ما زودتوش مش هيأثر معاك في حاجة. والافكت هنا طبعا زودت كلاريتي، زودت تيكتشر، الجهاز زي ما هو الفيجنيت اللي هي الحواف السوداء من الاطراف، فطبعا انا كنت عاملها ايه النسبة دي. وبعد كده يا باشا دوست اوكي، وبكده التصميم بتاعك يكون خلص. شفت الموضوع لذيذ ازاي؟ شفت احنا لعبنا وعملنا من الفكرة انها فكرة، هي فعلا فكرة جبارة، فكرة جبارة كشغل كريتاتش كدمج حاجات في الباك كمش عارف ايه مع اللايت مع التكست افكت لايق مع الكلمة السلوجان المكتوب. فالموضوع لذيذ. أتمنى يا صديقي إنك تكون استفدت من الفيديو ده، وطبعًا زي ما قُلت لك هتلاقي كل ده في description الفيديو تحت في وصف الفيديو، وهاستناك تبعت لي ال التطبيق بتاعك عشان خاطر توصل لlevel كويس، وبإذن الله هارُد عليك في أسرع وقت وهاكون معاك level. وبعيدًا عن كل ده إحنا عاملين عرض على course revision، طبعًا اللي أنا عامله 8 ساعات، هو 8 ساعات وفي تحديثات بتنزل له، فهو معمول عليه خصم 75% دلوقتي، وممكن تخش على الlink من خلال الlink اللي أنا هاسيبه لك في وصف الفيديو وتشترك وتنضم للcommunity اللي أنا عامله إن شاء الله، وتستفاد بأي حاجة أنا بابعتها. وشكرًا والسلام عليكم.